آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأحباب الكرام، فإن من نعم الله عليكم عز وجل أن جعلكم تصلون صلاة العشاء الآخرة في جماعة وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم التوفيق للعبد أيها الأحباب الكرام، أن يوفقه لأداء الفرائض. وإن حضور مجالس الذكر من أعظم القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وتجعل محبة الله للعبد تكتب عنده سبحانه فيحبه أهل السماء، ثم إذا أحبه أهل السماء كتب له القبول في الأرض. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذه الكلمة القصيرة هي شهر صفر والبدع التي فيه. شهر صفر أيها الأحباب الكرام هو شهر كسائر الشهور، خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، جعله بعض الناس في الجاهلية شهر تشاؤم، فكانوا يتشاءمون في شهر صفر إذا أقبل، فلا يعقدون الأنكحة ولا يشترون ولا يبيعون ولا يسافرون ولا يفعلون في هذا الشهر أي أمر مباح تشاؤما من هذا الشهر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أن تعتقد أن صفر تتشاءم فيه أو تظن فيه اعتقادا بأن دون الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، يعني لا يجوز أن تعتقد أن العدوى، الأمراض هذه، أنها تنتقل بذاتها، أنها هي سبب المرض. لا، الله سبحانه وتعالى هو المسبب، وإنما العدوى قد تكون سبب في المرض. ثم قال: ولا طيرة، كذلك الناس كانوا يتطيرون في الجاهلية، يتطيرون من الشيء الفلاني، من اللون الفلاني، من الرقم الفلاني، يتشاءمون إذا جاء هذا الرقم عنده. كذلك أيها الأحباب قال: ولا هامة، وهامة نوع من أنواع الطيور كانوا يتشاءمون فيها أيضا في الجاهلية، فإذا رأى أحدهم هذا الطائر وكان عازم على سفر يلغي سفره ذلك، أو كان عازم على أن يتزوج ورأى ذلك الطير يلغي ذلك الزواج، أو كان سيشتري دابة أو بيتا أو غيره ثم رأى ذلك الطير حين خرج من بيته فإنه يلغي تلك البيع أو ذلك الشراء أو تلك الصفقة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لأنهم كانوا يعتقدون في شهر صفر أنه يضر من دون الله سبحانه وتعالى. إنما هو شهر كسائر الشهور. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فاليوم اللي نحن فيه يا أخواني يوم الخميس من خلق الله، والساعة التي نحن فيها والزمن كله من خلق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن الإنسان يتشاءم بالزمن أو يسب الدهر، لأن الله هو سبحانه وتعالى الذي خلقه. قال الله، يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، يسبني ابن آدم، يقوله الله عز وجل. فسبك بعض الناس يقول: الله يلعن الساعة اللي لقيتك فيها، أو والله مثل هذا الكلام، هذا كله سب لله سبحانه وتعالى. لأن من الذي خلق الزمن؟ من الذي خلق الساعة؟ الله جل وعلا. فكونك تسب ذلك اليوم أو تسب ذلك الشهر فهذا لا يجوز يا أحبابي الكرام. جاء ناس وقالوا: أجل الرسول نهى عن التشاؤم، احنا بنحل المشكلة. ماذا فعلوا؟ تفاءلوا بهذا الشهر، قالوا هذا الشهر تفأل، وصاروا يجعلون فيه عبادات، وصار اللي بيتزوج يحطون زواجه في صفر وسموه شهر الخير. قالوا لأن الجاهلية كانوا يسمونه شهر الشر، احنا بنصير أحسن منهم، بنقول شهر، والنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، إذن احنا بنقول شهر صفر شهر الخير. وبعضهم سماه شهر صفر المظفر. وش رأيكم يا أخواني؟ فعلهم صحيح ولا مو بصحيح؟ ها؟ يقولون بدام النبي نهى عن التشاؤم إذن نحن نتفاءل.
فأحدثوا بدعة، هربوا من بدعة التشاؤم ووقعوا في بدعة التفاؤل، وكلاها بدعتان وكلاها باطلتان وكلاها يأثم الإنسان عليها. لماذا؟ لأن الجاهلية كانوا يظنون أن هذا الشهر يضر من دون الله، وجاءوا هذولي اعتقدوا أنه ينفع من دون الله، إذن وقعوا في نفس المحذور الذي وقع فيه من؟ الجاهلية. فنقول خطأ. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقول لا تتشاءم ولا تتفاءل، لا تقول شهر الخير ولا تقول شهر الشر، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قوله انه شهر خير ولا قوله شهر الشر، انما هو شهر كسائر الشهور، مثل شهر محرم الآن، الشهر الذي انتهى الآن، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم فيه، أكثر صياما فيه صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، وجاء فيه تخصيص يوم عاشوراء بالصيام فقط. إذن نطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نخص يوم شهر محرم بصلاة، ولا يجوز أن نتشاءم في محرم. بعض الرافضة مثلا اللي يتزوج في محرم ولا كذا ينكرون عليه ويقولون هذا الشهر زواجه فاسد، وكلام باطل وعجيب. فلا يجوز التشاؤم أيضا بشهر محرم ولا التفاؤل بشهر محرم. لا تجعل كل بضاعتك في محرم ولا تهرب من محرم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضائل في شهر الله المحرم وأنه من الأشهر الحرم، وذكر لكن لم يذكر أنك تتشاءم فيه بحيث أنك ما تسافر ولا تتزوج ولا تبيع ولا تشتري، ولم يذكر أيضا أنك تفاءل، أنك اجعل زواجك في محرم، اجعل بيعك في محرم، وقت لمحرم أعمال معينة أو عبادات. فنقول يا أخواني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل السنة يا أخوان، ما أجمل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا تفرط، لا إفراط ولا تفريط، لا تفعل أمر نهاك النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتمر بأمر لم يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول كن كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح من بعده. فهذا يا أخواني مختصر لما جاء عن شهر صفر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا ويقضي ديوننا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.